يا اهلا وسهلا بالحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بجد هيكون من قلبي لكل نفس اجهدتها وارهقتها الحياه. بجد حاسه ان احنا محتاجين نسمع من بعض كلام زي ده دلوقتي، ان احنا نطبطب على بعض، لان بجد الفتره دي يمكن اصعب فتره بتمر في الكوكب كله بسبب الاحداث اللي بتحصل في العالم، ضغوطات، مسؤوليات، احداث بتحصل في الكوكب محتاجه ان البني ادم يكون عنده نفسيه قويه علشان يقدر يكمل حياته عادي. تحسوا ان احنا كلنا عايزين نستسلم، بس خلاص يعني تحس ان احنا خلاص كبرنا على موضوع الاستسلام ده، فمضطرين ان احنا نبقى صامدين لانه كتير مننا عنده مسؤوليات في حياته. ففي الفيديو ده هقول لكم على 5 حاجات، ال5 حاجات دول فعلا فعلا بيفرقوا معايا، فانا حبيت اقولهم لكم علشان ان شاء الله يفرقوا معاكم. فيلا بينا نبتدي. يلا بينا نبتدي. طيب، اول حاجه واهم حاجه عايزه اكلمكم فيها، ويمكن الحاجه دي بكلمكم فيها من قلبي لانه فعلا هي الاساس بتاع حياتنا، واللي بتهون علينا اصلا اي حاجه بتحصل في حياتنا، هي قربنا من ربنا. سالتوني قبل كده يا شيماء ازاي نقرب من ربنا؟ اكيد مش انا اللي هقول لكم ازاي نقرب من ربنا، لان انا لسه بجاهد نفسي في حاجات كتير قوي. بس هقول لكم اللي حصل معايا واللي عملته واللي فعلا قربني من ربنا بشكل يمكن مش احسن حاجه، بس انا لسه مستمره يعني. بحسن من نفسي كل فتره وبشتغل على نفسي في النقطة دي كتير قوي، حتى لو أنا مش بتكلم في التفاصيل اللي أنا بشتغل على نفسي فيها، بس بجد أنا بشتغل على نفسي في النقطة دي كتير. فأنتوا لما سألتوني نقرب من ربنا إزاي، قلت يمكن في ناس ساعات ما بتبقاش عارفة الطريق، لأن أنا كنت واحدة زيكم في يوم من الأيام أنا مش عارفة طريق، أنا عايزة أقرب من ربنا، وطول الوقت حاسة كده إن في غصة في قلبي وضيقة وتأنيب ضمير، إن أنا مقصرة في حاجات كتير، مقصرة في صلاة، مقصرة في قراءة قرآن، مقصرة في حاجات كتير قوي. انا كنت في فتره من الفترات، جت عليا في سنه من السنين يمكن اواخر 2018، لان انا فاكراها كويس قوي. انا ما كنت وصلت لمرحله من كتر الفتور انا ما كنتش بعرف ادعي، يعني اللي هو يعني ايه ادعي اصلا، ويعني ايه احس بالدعاء وان انا عايزه الجا لربنا. فالفيصل علشان نقدر نقرب من ربنا هي ان احنا نعرف ربنا. انا ما اعرفش هو قد ايه كريم، قد ايه لطيف، قد ايه ودود، قد ايه بجد بيكرمني بحاجات كتير قوي، رغم ان انا ساعات في بعض الاوقات ما بكونش استاهل الحاجه دي، وبتبقى يعني كرم وفضل وستر من ربنا. من الحاجات اللي هتساعدكم ان انتوا تقربوا من ربنا في البدايه ان انتوا تبداوا تسمعوا ناس بيتكلموا عن ربنا، شيوخ، ناس، في ناس كتير قوي بسمعها. بس انا مش هنسى مثلا لما جيت عايزه يعني عايزه احب قيام الليل، انا ما اعرفش حاجه عن قيام الليل، فلما سمعت دكتور محمد الغليظ كان في مره بيتكلم في فيديو عن قيام الليل، مش عايزه اقول لكم ان انا من كتر استشعاري كده طول الوقت وانا بسمع كلامه، حسيت قد ايه الواحد ممكن يبقى باعد نفسه عن ربنا، وحارم نفسه قوي من حاجات كتير قوي ممكن يكون هو عايزها، بس حارم نفسه عنها علشان مش قادر يجتهد في حاجة زي دي، علشان هواه غلبه. يبقى أنا عايزة أنتظم في صلاة الفجر، اسمعي ناس بتكلمك عن صلاة الفجر وعن فضل صلاة الفجر والحاجات دي، اسمعوا ناس تكون كده هينة لينة تحببكم فعلا في قربكم من ربنا. خليكم صادقين مع ربنا، وان انتوا كل حاجه بتعملوها فعلا بنيه انا مش هعمل حاجه دي علشان ربنا ما يزعلش مني، انا مش هعمل حاجه دي علشان بتغضب ربنا، انا مش واجتهدوا. يعني دي كلها بتبقى اجتهادات، لان فعلا فعلا يعني سبحان الله ان الواحد يعمل حاجه مش متعود عليها، او يبطل يعمل حاجه كان متعود عليها، دي بتبقى محتاجه جهاد نفس مش طبيعي. فاجتهدوا، اجتهدوا على قد ما تقدروا، وانا نفسي بجتهد معاكم والله على قد ما اقدر في حاجات كتير قوي لسه بجتهد فيها. ربنا يا رب يردنا ليه دايما ويثبتنا على اي حاجه احنا اتعودنا اجتهدنا لحد ما وصلنا لها، لان الموضوع بجد ما بيبقاش يعني بيبقى صعب ان انت طول الوقت ماسكه كده في حاجات انت عودتي نفسك عليها بصعوبه. ربنا يا رب يثبتنا طول الوقت، ادعو ربنا بالثبات، واخلي علاقتي بربنا اولويه في حياتي، مش لما اكون فاضيه هقرا قران، لما اكون قادره هصلي، لا. عارفين لما دي بجد ما بنعملش اي حاجه في حياتنا وحياتنا بتبقى ضايعه. وصدقوني احنا طول ما احنا بعاد عن ربنا بنفضل حاسين ان في كده انا مقصره في حاجه، انا في حاجه ناقصاني، انا في حاجه عامله لي غصه كده ووجع في قلبي مضايقاني، في حاجه مضايقاني. فبلاش توصلوا لمرحله ان انتوا من كتر الفتور او من كتر التعود على ان انتوا بعاد عن ربنا فتبعدوا قوي. كل ما بنبعد كل ما بنستهون اي ذنوب فبنعمل اي حاجه. كل ما بنبقى مش حاسين بوجود ربنا في حياتنا بنستهون الذنوب على فكره، وبنستسهل اي حاجه ممكن نعملها. بنستسهل انا ما بعرفش مثلا انظف المطبخ او اعمل حاجه في البيت غير لما اكلم صاحبتي علشان نقعد ننم على خلق الله ونقول فلانه عملت وفلانه عملت. انا بجد لما بدات اعرف ربنا فعلا واقرب من ربنا بدات اخاف،
خلاصه كلامي علشان ما اطولش عليكم في النقطه دي، ابداوا اعرفوا طريق ربنا وادخلوا كده واحشروا نفسكم في الحاجات اللي تقدروا تعملوها، اعملي المطلوب منك، وواحده واحده هتلاقي الابواب بتتفتح قدامك. بس فدي من الحاجات بجد اللي هتساعدكم نفسيا جدا جدا الفتره دي، هي ان انتوا تقربوا من ربنا. بس انا ما لقيتش حاجه بتخلي البني ادم بتهون عليه حياته غير الانس بالله، وان انت تبقي طول الوقت قلبك متعلق بربنا، فده بيهون عليك حاجات كتير قوي. تاني حاجة، ودي من الحاجات اللي هتفرق معانا جدا 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 في الوقت اللي بنبقى حاسين كده الدنيا مبهوقة مننا ومش عارفين نلملمها، هي التخطيط ثم التخطيط ثم التخطيط. بجد التخطيط من أهم الحاجات اللي ممكن تساعدكم في وقت زي ده، ان انتوا ترتبوا بقى الدوشة اللي بتحصل في حياتكم. التخطيط بيبقى حلو في ايه كمان اكتشفته؟ مش بس انه بيرتب الدوشة اللي بتبقى حاصلة في دماغنا، ان انت تبقي ماشية على خطة. يا جماعة انا يا جماعة انا ملزمة مثلا ان انا في الشهر ده المفروض اعمل كذا، اعمل كذا لنفسي واعمل كذا لاولادي واعمل كذا في بيتي. 4 حاجات او 5 حاجات، عملتي منهم حاجتين 3 في الشهر فانت زي الفل، وما سبتيش نفسك كده ماشيه الدنيا بتوديكي وبتجيبك. لان فعلا الواحد لما بيسيب الاحداث ضغوطات، يعني يوم هتبقي مضغوطه، يوم هتبقي مشتته، يوم هتبقي مش عارفه ايه، يوم هتبقي متاثره بالاحداث اللي بتحصل حواليكي، فهتلاقي نفسك كل ايامك ضايعه في حاجات حواليكي. فانت مش حاطه لنفسك خطه علشان تمشي عليها. بس لما بكون حاطه كده كام نقطه فانا مركزه عليهم، ان انا يعني خلاص انا النهارده مثلا خلاص منهاره قوي ومش قادره قوي وتعبانه قوي، بكره ان شاء الله هنجزها. النهارده تعبانه يعني مريضه مثلا جالي دور برد، معلش هتحمل نفسي 3 4 ايام، بس انا عارفه بعد 3 4 ايام هفوق على طول علشان الحق اعمل الحاجه اللي انا مأجلها بقالها كذا يوم. فالتخطيط بجد بحس ان هو بينطبق فيه الآية اللي بتقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. احنا ربنا مدينا الاختيار، عايزين نتقدم في حياتنا أو نتأخر في حياتنا أو نفضل واقفين في حياتنا، فالدنيا معانا يعني بخطوة بسيطة. وعلى فكرة التخطيط مش لازم يكون بقى حاجات فولاذية خطيرة كده، موضوع أنا بالنسبة لي شايفة إن الموضوع بسيط جدا. ورقة بكتب فيها أنا عايزة أعمل كذا 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 كذا، 5 نقاط كده، بكون خطوط واضحة بالنسبة لي. بس عملت 3 منهم خير وبركة، ما عملتش ببقى عارفة ان انا فعلا في الشهر ده ما ببقاش راضية عن نفسي. وساعات في اوقات كتير البني ادم بيبقى يحتاج انه ما يكونش راضي عن نفسه علشان يطور من نفسه. فمن قصرها كده نعمل كل حاجة في وقتها، ونخلي التأجيل ده للطوارئ. مثلا طفل تعب، يعني انا في حاجات ببقى محدداها في الاسبوع ده عايزة اعملها. مثلا جاء عارفة ان انا في الروتين العادي عارفة اوزع طاقتي، اعمل ده واعمل ده واعمل ده، بس في ايام بتبقى طوارئ، عيل تعب، الاتنين تعبوا، فانا طاقتي مشفوطه معاهم، فبضطر اضحي بحاجات كتير، وخصوصا بتبقى حاجات ليها علاقه بنفسي. وانا بحس ان الامومه بيبقى فيها ساعات تضحيه، بس تضحيه حلوه، تضحيه بتبقى لذيذه، ان انا فعلا في الوقت ده محتاجه اضحي بحاجات ليها علاقه بنفسي شويه علشان نعدي الطوارئ اللي احنا فيها دي، وربنا بيعوض بعد كده طالما البني ادم بيبقى عايش راضي ومطمن ان مفيش حاجه هتفوته. التالت نقطه ودي برضو مهمه جدا، الفتره اللي نبقى مجهدين فيها نركز في طريقنا وملناش دعوه بالدوشه اللي بتحصل حوالينا. ودي اهم حاجه هتفرق معاكم علشان تتخطوا مرحله الاجهاد النفسي والارهاق النفسي اللي انتوا حاسين بيه. اقول لكم على مثال حلو، بس يعني انا بتخيلها كده. تخيلوا ان احنا ماشيين في طريق، انا اهو واقفه وقدامي طريق، واخر الطريق ده الهدف اللي انا حاطاه لنفسي او الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها، وانا ماشيه انا مجهده اصلا وماشيه على قدي. انا حاطه مثلا الهدف ان انا احفظ ابني صورتين في الشهر ده، وشايفه ان هو ده طاقته وهو ده استيعابه، تمام، عشان مجهده فماشيه ببطء، فعيني بتلقط الناس. عارفين انا لو ماشيه بسرعه ومش مجهده ومش مرهقه الفتره دي ومش تعبانه، هتلاقوني بمشي فريره عشان اوصل لهدفي ومركزه مع نفسي ومع هدفي عشان انجز والحق اعمله ومش عارفه ايه. بس واحد لما بيبقى مجهد بيبقى ماشي ببطء. فاما اتفرج على فلانه دي، اما اشوفها بتعمل ايه، اما اشوف صاحبتي الفلانيه عملت ايه، فلاقي مثلا فلانه دي حفظت ابنها في الشهر جزء، فلانه دي عملت في الشهر ده حفظت ابنها جزء، وابنها اصلا حافظ 3 اجزاء. فابتدي بقى اقارن، فابتدي احقر من الحاجه اللي انا عايزه اعملها، مع ان هي حاجه كانت بالنسبه لي في الاول يا لما ابني يحفظ الصورتين دول انا هبقى مبسوطه وطايره. ابتدي علشان انا مجهده احس ان انا بستحقر قوي الحاجه اللي انا عايزه اعملها، فبالتالي ما بعملهاش، ما بوصل لهاش، لان انا خلاص بقى عماله مشتته نفسي. فالنصيحه اللي عايزه اقولها لك بجد، ما تشتتيش نفسك ابدا، واي حاجه تحس ان هي عامله لك تشتت ولافته انتباهك اكتر وبتخليكي تستحقري الحاجه اللي انت عايزه تعمليها، ما تشوفيهاش في الفتره اللي انت مجهده فيها. يعني سبحان الله ساعات في ناس بيبقوا بيشجعونا اصلا في الاوقات العاديه، بس لما بنشوفهم في وقت احنا مجهدين فيه فمش قادرين نعمل الحاجات اللي هم بيقولوا عليها، فبنحس ان احنا
متاخرين قوي. في الفتره اللي نبقى مجهدين فيها نركز في طريقنا وملناش دعوه بالدوشه اللي بتحصل حوالينا. رابع نقطه، ودي كنت كلمتكم عنها قبل كده في فلوج من الفلوجات، وقلت لكم انه بجد الواحد ساعات بيبقى محتاج ينزل حاجات مش مهمه من على دماغه علشان يركز في المهم في حياته. فما بالكم بقى فتره احنا حاسين فيها روحنا مرهقه كده ومجهده، وحاطين بقى في دماغنا حاجات كتير قوي، دي فلانه دي. فاكرين المثال اللي قلت لكم عليه اللي كنت قريته في كتاب شهرزاد لما حكيت لكم عنه، اللي هو المدرسه اللي طلبت من الاطفال اللي عندها في الفصل ان هم يجوا تاني يوم، وكل واحد فيهم يكون جايب شنطه، ويحط في الشنطه دي الحاجات اللي بتضغطه في حياته والحاجات اللي مضايقاه. موقف ضغطه يحط بداله بطاطسايه، موقف يعني حاجه عايز يعملها ويحققها يحط مكانها بطاطسايه. فما بالك بقى لو الشخص ده عايز يعمل 10 حاجات، وفي 10 حاجات مضايقينه، وفي 10 حاجات ضاغطينه. فالاطفال لما رجعوا المدرسه دي تاني يوم الفصل، كل واحد بقى جايب شنطته وفيها شيلته. قالت لهم افضلوا شايلين الكيسه دي طول الاسبوع، ورايحين جايين بنفس الكيسه دي في ايديكم، وانتوا شايلين البطاطس اللي فيها دي، ولما تيجوا الاسبوع اللي جاي وصفوا لي شعوركم. لما رجعوا للمدرسه الاسبوع اللي بعده، قالت كل واحد يوصف شعوره. في اللي كان شايل بقى بطاطسايه، في اللي شايل 2، وفي اللي شايل 10، وفي اللي شايل اكتر، كل واحد على حجم، على حسب شيلته في الحياه. بس ساعات بنبقى احنا شايلين في شيلتنا حاجات ملهاش لازمه، حاجات مقرهقانا على الفاضي، حاجات احنا مكبرينها على الفاضي. مش هنكر انه ساعات بيبقى في حاجات كبيره فعلا، وفي حاجات بتبقى بتضايق فعلا، بس ساعات في حاجات بنبقى شايلينها وخلاص. فلما قالت لهم بعد اسبوع، قالت لهم وصفوا لي شعوركم، انتوا حسيتوا بايه وانتوا شايلين الشنطه دي؟ في ناس قالوا، اطفال قالوا لها احنا ايدينا وجعتنا من الشنطه. في ناس قالوا لها احنا كنا حاسين بتقل، حاسين ان احنا تقال قوي ومش قادرين نعمل اي حاجه علشان الشنطه دي وجعلنا ايدينا، ومش قادرين نتحرك بيها ونلف بيها ونروح بيها ونيجي بيها. فهي دي بالظبط حجم الحاجات اللي بتبقى في حياتنا. احنا حياتنا فيها مسؤوليات، وفيها ضغوطات، وفيها مشاكل، وفيها مش عارف ايه اللي ضايقني، وايه وفلان عمل لي كذا، وفيها خسرت كذا، وفيها عملت كذا. عارفين الحاجات اللي انا بقول لكم عنها دي حاجات حطها لنفسي طول الوقت كده ومركزه عليها، علشان لما احس ان انا ضليت الطريق افوق نفسي بسرعه. فلما بجد نحس ان احنا تقال قوي، نشوف احنا شايلين ايه. في حاجات كده بنبقى عايزين نشيلها من الشيله بتاعتنا علشان نقدر نكمل حياتنا ونعمل المهم واللي مطلوب مننا. لان انا لو طول الوقت قاعده بفكر في اللي زعلني، وفكر في اللي ظلمني، وفكر في اللي مضايقني، انا مش هقدر اعمل المهم في حياتي. النقطه دي مهمه جدا جدا، يمكن انا كلمتكم عنها قبل كده في فيديو، بس حبيت اقولها هنا علشان الناس اللي ما شافتش الفيديو يبقوا عارفين النقطه دي مهمه جدا جدا. في الوقت اللي تحسوا ان انتم مرهقين، وفي حياتكم عامه، اول ما تحسوا كده بالارهاق، راجعوا الشيله اللي انتم شايلينها، والحاجات اللي بتفكروا فيها، والحاجات اللي شاغله تفكيركم طول الوقت. اخر حاجه بقى، والموضوع ده فرق معايا جدا جدا لما بقيت اطبقه في حياتي، وهي انه ما تضغطيش على نفسك لحد ما تتحرقي، لحد ما توصلي لمرحله الانهيار. تكوني عارفة ان من وقت للتاني في هدنة انت بتاخديها بمزاجك علشان تخططي لحياتك، وعلشان تراجعي نفسك في اللي بتعمليه في حياتك، تراجعي علاقتك مع ربنا، تراجعي اخطائك اللي عملتيها الفترة اللي فاتت تتعلمي منها، تراجعي كل حاجة. عارفين الموضوع ده انا بمثله بايه؟ بحس ان الواحد، شفتوه هو الواحد وهو بيسوق، بما ان الفترة دي بحاول اتعلم السواقة، فالواحد وهو بيسوق طول الوقت لو فضلت انا دايسة على البنزين هفضل ماشية 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 ماشية، بس في وقت هيقابلني مطب لو انا ما خدتش بالي وبرضه دايسه على البنزين، انا ممكن هتقل. اللي هو وقت كده هدنه لنفسي علشان تقدر تكمل. فما ينفعش افضل طول الوقت دايسه بنزين، طول الوقت ضاغطه نفسي، طول الوقت بجد بجري. انا لازم اكون عارفه ان انا من وقت للتاني محتاجه ادي نفسي اجازه، لان انا لو ما كنتش رحيمه بنفسي ومن وقت للتاني باخد الهدنه دي، جسمي هيديها لي غصب عني. يا اما هيديها لي بصوره تعب، وتعب مده طويله، هتقلب من الاخر على وشي من ارهاق للتعب لضغوطات لمسؤوليات لحاجات، وحاسه ان انا بور كده في الحياه. طب ما تدي نفسك هدنه يا حاجه يوم، واقعدي ارتاحي كده، واقعدي اقري كتاب، ولا اقري قران، ولا صلي اكتر، ولا قولي اذكار اكتر، اشحني طاقتك كده، ولا ارجعي ظبطي الدنيا تاني في امور حياتك، اعملي خطه جديده، اقعدي اتفرجي على حاجه بتحبيها وانتي بتاكلي، استمتعي استمتعي. فالبني ادم لنفسك عليك حق، بس مش هقول اكتر من كده.